بسم الله الرحمن الرحيم. اسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا المحترمين اينما كنتم. مرحبا، اهلا وسهلا، نحييكم مباشره من ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد. مجريات الجوله السادسه من بطوله لا ليغا لهذا الموسم. الريال على موعد مع تحدي جديد بعد بدايه صعبه خطوره، التسديده ومرت سلامه العوده الموافقه من كارفاخال. اسبوع هو يصدع فيه، مش اسبوع، 3 ايام. جولر اول كره واول لعبه من التركي الصغير. ياتي خطيره جولر الكره خطيره. بوادو ديريكو فالفيردي رائعه من فالفيردي. رائعه. مودريتش الرصيد. جولر لرودريجو، ضاعت مجددا واسترجع. جولر العرضيه. رودريجو عنده الكره الان. رودريجو بابي ميليتاو سنفوز على الريال في مدريد. العرضيه من روميرو، جهه اليمنى، البحث عن بوادو. كارفاخال، كره دي فالفيردي لبيلينغهام. رائع التسديده، شوف الاصرار والقوه. اطلبها على جهه اليمنى، من هنا تخره. بيلينغهام لم يمر. تحول الى اللعب ب5 مدافعين. كان حياه بوادو. بيلينغهام ضيعتها كارفاخال. غارسيا الدفاع. رودريجو الى الكره. جولر الكره ملعوبه بشكل رائع. جولر الاسبانيول. خطيره العرضيه. حي المباراه لحد الان في ترجع له مره اخرى. بيلينغهام بالعقب ضيعت. خطيره التسديده. كارفاخال الكره البعيده، تغطيه دفاعيه. مبابي العرضيه. مبابي وين كره الراسيه. ميليتاو كرة أرضية من البحث عن وجود بيليكاردا. جولر مبابي. جولر واحد. رودريجو الكرة. مبابي مرة ثانية. لوكا مودريتش وكيليان مبابي. تحركات خطيرة. ميليتاو مرفوعة من بيلينغهام ضيع الكرة. التسديدة. روميرو يتنفذ الراسية الدفاعي. الدخل ويخرجها عن جوفري عرضية. جول. جوفري جول. يباغي توتيبو كورتوا يسجل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة. رودريجو فينيسيوس الحقها. كارفاخال. فينيسيوس كورتوا لم تمر. يا بيريغا بجول. ثانية. بالخطأ تقريبا نفس الخطأ الذي ارتكبه تيبو كورتوا يرتكبه خوان غارسيا. الحارس. هاي صعبة وخطيرة. التسديدة والركنية. رائع في القائمة الثانية بالراس وسهل الكرة. خطيرة. أول جول. مبابي خطيرة. مبابي جونيور. فينيسيوس عرضية. جول. ثنائية برازيلية ولا أروع. جونيور. مبابي وفينيسيوس جونيور يريد أن يقلد مبابي عند تسجيل الأهداف. هاي اللعبة وهاي الكرة. يا سلام على كيليان مبابي. مبابي والرابع للريال. 4-1 صارت النتيجة الآن. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. السلام عليكم، عاملين ايه؟ عودة الدوري الاسباني من جديد. ريال مدريد. مازال ريال مدريد بيعاني في بعض المباريات او في كل المباريات من اول الموسم، وخاصة في الشوط الاول بيفوز بصعوبة.
رغم القوة الضاربة في ريال مدريد من بابي، بيلينجهام، رودريجو، فينيسيوس، خط نص مودريتش، تشاوميني. يعني بصوا ريال مدريد فريق متكامل. أردا جولر أو أردا غولر زي ما بيقولوا، يعني مش عارف. بصوا هو الريال خد فرص النهارده كتير، ده حقيقي فرص كتيرة، بس تحس كده يعني ان من بابي ايه يا عم مالك في يا عم انت زي هاري كين لما جه في مع البايرن اول لعب ولا ايه؟ لا خد كاس ولا دوري ولا اي حاجه. بركاتك يا عم من بابي، في ايه بركاتك؟ طبعا يا جماعه ريال مدريد عمل شوط اول صراحه يعني فرص كتيره جدا جدا، هكذا الشوط الثاني برضه. بس الغريبه بقى ان الريال يعني بيفوز بصعوبه، بيفوز بصعوبه، انا مش عارف ليه. يعني برضه انا مش قادر. اصل اقول لكم ايه، فريق فيه من بابي، فينيسيوس، بيلينجهام، الثلاثه دول قادرين يكسحوا اي فريق. كل اول الموسم قال لك اللي هيتعادل مع الريال هيعمل فرح، اللي هيتعادل مع الريال مش عارف هيعمل ايه، اللي هياخد 3 او 4 من الريال ده يحمد ربنا. احنا ولا شايفين 3 ولا 4 ولا 5 ولا الكلام الفاضي ده. للاسف احنا مش عارفين مش عارفين. طيب نعمل ايه؟ مش عارفين يا جماعه. حد يشوف الريال، يعني حد يراجع الكلام مع الريال. يا ريال يا مدريد مالك، ايه اللي بيحصل؟ حاجه غريبه جدا جدا. يا مشجعين الريال، هل ده ريال مدريد اللي كله كان بالاول بيقول ده الريال ده هيكسح العالم، هيكسح مش عارف ايه؟ طبعا وحتى في مباراه دوري الابطال اوروبا برضو يا جماعه مع يعني واجهت صعوبه جدا 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 في التعامل مع الفريق للاسف. فإلى متى سيظل ريال مدريد، إلى متى سيظل ريال مدريد يتعب عقبال ما بيجيب الهدف، عقبال ما بيجيب الهدف، أو عقبال ما بيهدف، أو عشان يفوز بيتعب جدا، مع إنه عنده قوة يعني بسم الله ما شاء الله في الهجوم. أردا غولر ومبابي وعنده هندريك. لا ابدأ بهندريك يا عم، ابدأ بهندريك أساسي. هندريك لعيب صغير جدا جدا، ولكن يعني هو الشوط على المرمى بيهدف وبيجيب اجوان و10 على 10 وبيمشي الكوره و100 الواد تسديدتين بهدفين. من بابي ممكن تقول كده 20 25 30 35 40 45 تسديده مفيش. فينيسيوس عندنا يعني انا عند رايي فينيسيوس ده اهم من بابي، مع احترامي لاراء الناس كلها. معرفش بقى من بابي فاكر كان جاي فاكر باريس ولا ايه؟ يا جماعه الفرق الدوري الاسباني صعب، الفرق كلها بتدافع. ما كنتش تكون مهاري والدقه بتاعتك يعني اقل حاجه 9 8% على المرمى مش هتهدف، لان اغلبيه الفرق بتيجي قدام برشلونه وريال مدريد بتدافع، فبالتالي ريال مدريد بيواجه صعوبه في التعامل. ده حاجه غريبه برضه انا مش لاقي لها تفسير بصراحه، مع ان هم عندهم لعيبه تاكل الاخضر واليابس. يعني لعيبه الريال تاكل الاخضر واليابس المفروض، ولكن بصراحه احنا مش شايفين يا جماعه اللي احنا قلنا عليه، مش شايفين. لو اول مره تشوفني متنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. لايك للفيديو لو وصلك علشان يوصل لغيرك ويوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشوفكم في فيديوهات تاني ان شاء الله لو كان في العمر بقيه. سلام عليكم.